طيب بخصوص الاهلي دوري القرعه بتاعت دوري الابطال اتعملت، علقت عليها يا كابتن ولا ما علقتش مع اسلام؟ لا ما علقتش عليها بس. طيب شايفها زي الرجاء مع الاهلي؟ الاهلي يوصل. الاهلي يوصل. شفت رجاء انت يا كابتن؟ من غير ما اشوف. اذا السلام عليكم الاخوان والاخوات والاحباب وكاع متابعي كرة القدم. اذا جينا بفيديو جديد غنتحدثوا فيه على الرد على الاعلام المصري العاطفي بخصوص المباراه ديال في التناول ديالو بخصوص المباراه ديال الرجاء مع الاهلي المصري. فقبل ما نهضروا على هذه الامور هذه خليكم بعدا تشوفوا اول تصريح ديال رضا عبد العال. طيب بخصوص الاهلي دوري القرعه بتاعت دوري الابطال اتعملت، علقت عليها يا كابتن ولا ما علقتش مع اسلام؟ لا ما علقتش عليها بس. طيب شايفها زي الرجاء مع الاهلي؟ الاهلي يوصل. الاهلي يوصل. شفت رجاء انت يا كابتن؟ من غير ما اشوف. اذا كما شفنا يعني التصريح ديال الاخ قال له شنو بان لك في المباراه، فجاوبوا انطلاقا قال له الاهلي يوصل. يعني ما عرفتش والله العظيم غريب جدا، مع العلم ان يعني التحليل هذا التحليل عاطفي بزاف. مع العلم ان يعني اذا جينا نشوفوا المباراه ديال الاهلي المصري والمستوى ديالو مع العرب ملي كيواجه الفرق العربيه، بكل صراحه كيواجه بزاف الصعوبات، وهو الخاسر الاكبر في المواجهات ديالو مع العربيه. وكنذكروا غير الموسم الماضي ملي تلاقى الاهلي المصري مع الرجاء، فهو يواجه صعوبات في السوبر الافريقي يعني بصعوبه كبيره باش يقدر يتعادل، والرجاء الرياضي هي اللي ضيعت السوبر الافريقي العام اللي فات في اسوء حالات الرجاء. كذاك مثال في شو سميتو في دقيقه 90 وتعادلوا ورجعوا البينالتيات بصعوبه باش خدات اللقب الاهلي مثلا. كذاك مثال في دوري ابطال افريقيا في الربع في الذهاب كان واحد المجزره تحكيميه، والرجاء ما كانش حتى من ناحيه التركيبه البشريه ما كانش في المستوى، وهكا كان على بصعوبه كبيره باش الاهلي المصري يقدر يتجاوز هذا الرجاء. وهذا الموسم هذا الرجاء افضل الموسم الماضي، وحتى من ناحيه المستوى افضل من الاهلي المصري. وكيجي واحد الشخص يقول لك يعني غادي يتجاوز الرجاء الرياضي. هذا شوف هذا كامل التحليل، هذا التحليل تخوف. ما كنحس بواحد الشخص ملي كيكون متخوف دائما العاطفه كتبغي تغلبه وكيبغي يتغلب على ديك العاطفه ديالو. لان الفتره الاخيره الفرق شمال افريقيا مش قد كده كلهم يعني. دي القرعه الاهلي مع الرجاء البيضاوي، سامبا التنزاني مع الوداد، شباب الوداد مع صن داونز، شبيبه القبائل مع الترجي. طيب كل ده لو صن داونز مش موجود بنسبه 90 95% هياخد بطوله. خلي بالك طريق صن داونز الوداد، يعني لو صن داونز كسب شباب الوداد. انا بقول لك شمال افريقيا اي فرقه مع كل الاحترام ليهم والتقدير يعني. الترجي والله انت تشوفه في ماتش الزمالك اللي كان هنا ما تحسش ان دي فرقه قويه، او هناك او هناك هو كسب ازاي في كل ماتشاته ده. هو كسب كل ماتشات 16 نقطه. اذا شفتوا معنا يعني التصريح كيتكلم على المستوى ديال الفرق العربيه هذا الموسم هذا بالضبط، وقال بان يعني صن داونز هو الفريق الوحيد اللي اقوى. انا كنقول له العكس، صن داونز باش يغلب الاهلي المصري، حيت الاهلي المصري فريق يعني يعرف يلعبه ويعرف يتعامل معه، والفريق الاهلي المصري هو اللي كان ضعيف ماشي صن داونز. وانا ناكد لك بان صن داونز فريق ما غاديش يتجاوز شباب الوزداد، وإلا تجاوزوا يقدر يتجاوزوا بصعوبه وما غاديش يفوت النصف، والدفاع ديالو كارثي. ولكن انت ملي كتكلم على العرب، فالاهلي المصري دائما كيواجه صعوبات مع العرب، كيواجه صعوبات كثيره مع الفرق العربيه، ماشي الفرق العربيه اللي كتواجه صعوبات مع الاهلي المصري. تاريخيا الاهلي المصري دائما قوي على الفرق ديال جنوب الصحراء ديال افريقيا السوداء، اما في العرب فراه دائما الاهلي المصري كيخسر بطولات في اخر دقيقه في اخر، انت فاهمني؟ يعني مش هي الفرقه اللي يخوف فرقه صن داونز دي بتلعب استراتيجيه وفلسفه تكسب اي حد. فهي دي مشكله قدام النادي الاهلي. غير كده لو الوداد طلع صن داونز او ما وصلش صن داونز للنهائي يبقى كده مبروك للنادي الاهلي. متوقع ان ده يحصل من الوداد لصن داونز؟ خلي بالك انا احساسي ان لو اتنين اتقابلوا الوداد يطلع. كل شيء وارد في الكوره، بس انا بقول لك فنيا الفرقه دي اعلى فرقه في افريقيا.
خساره ان ما تبقاش في النهائي قصدك؟ ولو وصلت النهائي تاخده ايا كان لو بقى. وصلت النهائي مع والزمالك، الاهلي انت هتكسب الاهلي. ما خلاص كعبها عالي على النادي الاهلي. لا، ما هو مش كل سنه او كل ماتش زي بعض. كل مره بنقول الكلام ده، كل مره بنقول الكلام ده، وانت كسبته بعد الماتش اللي فات. وهنا بكل صراحه التصريحات يعني كيعطي قيمه كبيره من فريق سان داونز، مع العلم ان ماشي سان داونز اللي قوي، الاهلي المصري اللي ضعيف. دائما كنأكد عليها، راه سان داونز عطانا 5-0 الاهلي المصري في واحد الموسم، وجمع الوداد وخرجوا وتما لهيه كان يغلبوا ليه في سان داونز وخلق فرص وخنقوا 90 دقيقه، مع العلم ان سان داونز كان كيحتاج هدف واحد باش يدوز النهائي. ذكرت معايا في 2019. فالاهلي المصريين دائما ملي كيتغلبوا من شي فريق كيبقاو يعني يحسبوه قوي وهذا، ما كيشوفوش راسهم راه هما اللي ضعيفين، مع العلم ان الاهلي المصري الحالي ضعيف، فريق ضعيف، والامكانيات ديالو التقنيه الفرديه بكل صراحه الا جينا نشوفوا فردا فالرجاء ورق افضل وتقنيا اذا عرف يجيري الاهلي المصري انا 90%، والاهلي المصري ما ياخذش البطوله. ها هي من عندي من هنايا 90% ولا 95% ما ياخذش البطوله في ظل التواجد ديال الفرق العربيه. المره الاولانيه. ايه المره الاولانيه؟ الخمسه الاولانيه. كسبته بعد كده. في كسبت 1-0 وتعادلت معاه 1-1. ما خسرتش، يعني ما خسرتش خساره دي. فرقه تخوف. انا متفق معاك جدا على فكره، وانت عارف انا يعني مزجوني كوره للكوره. مزجوه؟ يعني لا، ما هو انت في فرقه بتمزجك كوره. ايوه طبعا. تقول لك لا، بتبسطك فرقه متكامله. بتلعب كوره. هي اضعف حاجه عندهم حارس المرمى. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان الاهلي كان قادر بمنتهى السهوله انه يكسب هنا كان كسبان 2-1. هنا هم اللي فرطوا، او اللعيبه اللي فرطت في الملعب. اللعيبه ليه؟ ما تقولش مدرب ليه؟ ما تقولش مدرب ليه ان انا اجبر فرقتي وانا كسبان 2-1 ان اقفل مساحاتي؟ هو انت راح تنزل لي طاهر محمد طاهر ونازل تنزل لي ما اعرفش مين وتفتح الملعب؟ ما انت كسبت. اذا في الاخير كما قلنا يعني مع احتراماتنا للمصريين، ولكن المصريين التحاليل ديالهم دائما عاطفيه ومبنيه على الامجاد التاريخيه ديالهم، يعني هادشي كنتفاهموه. ولكن بكل صراحه الوقت الحالي الرجاء الرياضي في افضل رواق باش يتاهل، وانا تايق ان شاء الله في الرجاء، تايق في القدرات ديال اللاعبين التقنيه والمهاريه، تايق في المدرب مونديل كبير بكل صراحه. يقدر كيفاش يجري الاهلي المصري. الاهلي المصري الا عرفتي كيفاش تلعب معاه وكيفاش تسد له، كيفاش توقف معاه وكيفاش تهاجم معاه، الا كنتي ذهنيا واقف معاه وكنتي الاخطاء الفرديه تحاول ما امكن ما ديرش مع الاخطاء الفرديه، ما تعطاش كادوات بكل صراحه. قادر الاهلي المصري يهزمو في القاهره الا عرف كيفاش يتعامل معاه. فشنا المباريات ديالو مع الهلال ولا مع شنو سميتو مع سان داونز بكل صراحه سجل باخطاء فرديه قاتله. يعني هو الا قدرت يعني تتعامل معه وتحاول ما يمكن تكون معه ذهنيا واقف، هما المصريين كينهاروا مع شي فريق اللي كيكون واقف معاه مزيان ومركز معاه مزيان. هذا هو نقطه الضعف ديال اللاعب المصري. مع المهاره ديال اللاعب المغربي غتقدر تدخل لمشتك ان شاء الله ربي في شو سميتو، لان اللاعب المغربي مهاريا افضل من اللاعب المصري. تكتيكيا اللي هو كان ضعيف شويه اللاعب المغربي، ولكن الان بقى كيتطور تكتيكيا، واللاعب المغربي الا كان تكتيكيا وذهنيا واجد في المباراه يقدر يتغلب على اللاعب المصري.